السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نصلي على النبي كده ونبدأ وصفة جديدة مع بعض النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة دسمة وبسيطة واقتصادية، مش مكلفة. هنعمل بيض بحمص. أنا آسفة قلت مش مكلفة، لا، كل حاجة دلوقتي بقت مكلفة. تمام؟ قولوا تمام. يلا نبدأ كده. حطوا لايك ونصلي على رسول الله في الكومنتات. معايا مادة دهنية سخنت معايا، نزلت ببصلة مفرومة كده لحد ما لونها يتغير للون الذهبي، مش عايزاها بني. تمام؟ عشان ما تغمقش الصلصه معايا. بعد ما البصله يتغير لونها كده، هضيف بقى فلفل اسود وملح وكمون. خلاص، يبقى فلفل اسود ملح كمون. الكمون بيبقى حلو جدا مع الاكلات اللي هي فيها تسبيكه وصلصه وكلام من ده، بيبقى خفيف كده على المعده وعلى القولون كمان. تمام؟ ده دخلنا في حته طبيه بقى. بعد ما حطيت التوابل كده وقلبتها، نزلت بقرن فلفل حامي، انا حاطاه حامي او بارد حسب رغبتك، مكعبات كده مع البصل. دبل معايا. نزلت بقى بعصير الطماطم، ضرباه في الخلاط ومصفيه في المصفى عشان القشر. تمام؟ هضيف ايه بقى على صلصه الطماطم دي؟ بابريكا وسكر وصلصه. يبقى احنا بنحط التوابل في الاول، وبعد كده اما نضيف الطماطم نحط ايه اللي يليق مع الطماطم؟ السكر عشان الحموضه، والبابريكا عشان اللون، والصلصه عشان الطعم. نيجي بقى هنا للحمص ده. الحمص ده انا نقعته شويه واديته غلوتين كده. طبعا عندك وقت تنقعيه بقى من بالليل، مش لازم خالص تسلقيه. تمام؟ بعد بقى طبعا ما التسبيكه دي هتستوى شويه كده، هنضيف على الحمص ده. وخلوا بالكم ده حمص طبيخ مش حمص شامي. طبعا بضيف قرن فلفل حامي كده يحل الطعم معايا حسب الرغبه، احنا بنحب الحاجه حراقه شويه. اهو طبعا شكله حلو وبيدي طعم كمان حلو بالشكل اللي احنا شايفينه كده. طبعا زي ما قلت لكم الاكله دي دسمه جدا جدا. نيجي هنا بقى للحمص. خلاص التسبيكه بقى شربت ميتها واتسبكت كده معايا. هنزل بقى بالحمص المنقوع والمسلوق، عشان برضو خدوا بالكم لو اتحطيتوه في الصلصه من غير ما تنقعوه بيغيب قوي، مش زي السلق في الميه. نيجي هنا بقى للبيض. البيض طبعا بيض بلدي، بيض احمر، بيض ابيض، كله ينفع. عايزه اقول لكم ما تجيبوش ميه ناحيه البيض. البيض ما بيتغسلش زي الكبده بالظبط. وطبعا لما نيجي نستخدمه نكسره في اي بوله خارجيه كده، عشان برضو احتمالات البيض ممكن تكون بيضه مش كويسه، بيضه صلاحيتها وحشه، كلام من ده. بكسر البيضه في الطبق كده وبستمر كل مره على كده، يعني مش بكسر اول مره وخلاص. تمام؟ قولوا تمام. فاحنا دلوقتي هنشيل الفلفلايه دي، وبعد كده هنحتاجها هنحطها على الوش تاني كده. خلاص تمام معايا؟ قولوا تمام. هنزل بقى بالبيض اللي انا مكسراه في الطبق. كل مره هكسر كده ايه في الطبق عشان برضو اتجنب مخاطر البيض. يعني يا جماعه خلوا بالكم الدنيا حر والبيض ساعات بيبقى بايظ، مش عشان بيضه بايظه ممكن تبوظي الصينيه بحالها. اكسروه في طبق بره الصينيه. هكسر البيض بقى كله بالشكل ده. وسواه ازاي؟ ممكن اهدي عليه النار خالص خالص زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده لو مش عايزاه يعمل طبقه البياض على الوش، ما تغطوهوش وسيبيه يستوي على مهله كده. في ناس بتحب تغطيه بس بيعمل طبقه بيضه كده على وش الصفار ده. انا بحب الصفار يبقى باين. حطيته في الفرن، خد بس 3 دقايق على الشوايه، خد لونه بقى بالشكل ده. بألف هنا وشفا. وما تنسوش اللايك والاشتراك.